اهلا بيكم في حلقه جديده من فيت باي ساينس. معاكم محمود العطار، وانا النهارده هتكلم عن اسرع طريقه لحرق الدهون في 10 دقائق بالظبط. الناس كلها بتدور على طريقه سحريه لحرق الدهون زي الاعشاب اليابانيه، الشاي الصيني، الشوربه الحارقه وكلام غريب جدا. واغلب الوصفات دي مش بتكون مبنيه على اساس علمي، فالواحد بيجرب الحاجات دي وتكون النتيجه صفر تقريبا، وبيفتكر ان المشكله في جسمه وان مفيش فايده، فيحبط فياكل اكتر فيتخن اكتر. بس انا النهارده هتكلم عن نظام تمرين معظم الدراسات والابحاث العلميه اكدت انه من اسرع الطرق اللي تخليك تحرق الدهون اللي في جسمك وفي 10 دقائق بالظبط. النظام اللي هتكلم عليه النهارده هو ال HIIT او ال High Intensity Interval Training. اكيد في ناس سمعت عنه بس مش عارفين ايه فكرته او ازاي يطبقوه صح. بكل بساطه النظام ده عباره عن انك بتعمل اي نوع من التمارين زي الجري او الجامب او السايكلينج بشده وسرعه كبيره على فترات متقطعه. يعني مثلا بتعمل جامب بالحبل بسرعه كبيره لمده 30 ثانيه، بعد كده تقف او تعمل جامب بالراحه خالص لمده 30 ثانيه، كده مجموعه في دقيقه واحده. تكررها 10 مرات ورا بعض، يبقى كده 10 مجاميع في 10 دقائق بالظبط. وفي ال 10 دقائق دول هتحرق حوالي من 250 ل 350 كالوري، ودي تبقى على حسب وزنك ومعدل الحرق بتاعك والشده اللي انت بتعمل بيها التمرين. ودي نفس كميه الكالوريز اللي هتحرقها لو لعبت تمرينه الكارديو العاديه بتاعتك في تلت او نص ساعه. من الناحيه العلميه انت لما بتعمل تمرين بشده كبيره في فتره قصيره جسمك بيحتاج لطاقه زياده، فبيفرز كميات كبيره من هرمون الكاتيكولامين في الدم، والهرمون ده بيحول الفات الى فري فاتي اسيد، يعني بيكسر الدهون اللي في جسمك علشان يحصل منها على طاقه وبيستخدمها في التمرين. وبرضه في دراسه اتعملت اكدت ان نظام ال HIIT بيأثر على حاجه اسمها الإيبوك او الاكسس بوست اكسرسايز اوكسجين كونسامشن، ودي بكل بساطه كميه الاكسجين الزياده اللي الجسم محتاجها بعد التمرين علشان يحصل ريكفري او استشفاء لجسمك. وكل ما الجسم بيستخدم اكسجين اكتر كل ما الجسم بيحرق سعرات حراريه اكتر. والمهم هنا ان التأثير ده بيفضل لمدة 24 ساعة بعد التمرين، يعني جسمك هيفضل يحرق كالوريز بعد التمرين، مش زي ما كل الناس فاكرة ان بيحصل حرق وقت التمرين بس. وفي دراسة عملتها السكول اوف هيلث اند اكسرسايز ساينسز على 44 شخص اثبتت ان اكبر نسبة من المشتركين في الدراسة فضلوا نظام ال HIIT عن التمرين العادي، وكان ممتع بالنسبة لهم اكتر. وبالتالي انت كل ما تحب نوع تمرين اكتر كل ما هتفضل تعمله وتستمر عليه. بس خلي بالك علشان تستفاد من النظام ده لازم الهارت ريت او معدل ضربات القلب بتاعك يبقى من 55 ل 85% من اقصى معدل ضربات قلبك يقدر يعمله. وعلشان تعرف انك وصلت للمرحله دي هتلاقي نفسك مش قادر تتكلم كويس وتقول جمله كامله علشان انت بتتنفس بشكل اكبر، فتقدر تدخل الاكسجين بكميه اكبر. بس لازم تبقى عارف انك لما بتعمل اي حاجه جسمك بيتعود عليها وبعد كده مش هيبقى فيه اي استفاده من التمرين. فلما توصل للمرحله دي وتبقى عايز تكسر البلاتو بتاعك ممكن تعمل 5 حاجات بالظبط. اول حاجه انك تزود الانتنسيتي او قوه التمرين، يعني لو بتعمل جامب من غير وزن حاول تمسك دمبل في ايدك وتعمل جامب بيه. تاني حاجه انك تزود الديوريشن او الوقت، يعني لو بتجري سبرنت لمده 30 ثانيه خليها 30 او 40 ثانيه. تالت حاجه انك تقلل وقت الريست، فبدل ما تريح 30 ثانيه خلي الريست 20 او 10 ثواني بالظبط. رابع حاجه انك تزود السايكلز، يعني بدل ما بتلعب 10 مجاميع ممكن تخليهم 15 مجموعه. واخر حاجه انك تزود الفريكونسي، فبدل ما بتتمرن 3 ايام في الاسبوع خليهم 4 او 5 ايام. كده احنا عرفنا ان نظام ال HIIT من احسن النظم اللي ممكن تمشي عليها لو انت عايز تحرق اكبر كميه من الكالوريز في وقت قليل جدا. بس اللي عايزك تعرفه برضه انك مش هتخس الا لو ظبطت الاكل بتاعك، يعني مثلا مش هتخلص التمرينه دي وتكون حرقت حوالي 300 كالوري وبعد كده تروح تشرب بيبسي او تاكل فاست فود، انت كده يبقى انت ما عملتش اي حاجه خالص. لازم تظبط الاكل بتاعك علشان توصل لنتيجه بسرعه ان شاء الله. وهقول لك دلوقتي على نظام تمشي عليه لمدة 3 أيام في الأسبوع، كل يوم منهم 10 دقايق تمرين بس. يوم السبت اجري سبرنت لمدة 20 ثانية وبعدين اجري بالراحة خالص أو اتمشى لمدة 40 ثانية، وكرر الموضوع ده 10 مرات ورا بعض. لو انت مستواك متقدم شوية اجري سبرنت 30 أو 40 ثانية وخلي الريست في باقي الدقيقة. يوم الاثنين اعمل جامب بالحبل بأقصى سرعة عندك لمدة 20 ثانية وبعدين اعمل جامب خفيف خالص لمدة 40 ثانية. يوم الأربعاء اتمرن على العجلة بسرعة كبيرة لمدة 30 ثانية وقلل السرعة خالص لمدة 30 ثانية تانية، وبرضه كرر الموضوع ده 10 مرات ورا بعض. وزي ما قلتلك على حسب مستواك تقدر تزود وقت التمرين وتقلل وقت الراحة. وبالنسبة ليوم الحد والتلات والخميس ممكن تتمرن تمرين الكارديو العادي بتاعك اللي هو لمدة نص ساعة في اليوم، وكده هتقدر تحرق سعرات حرارية أكتر في الأسبوع. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو لسه في اي حد عنده اي استفسار او اي سؤال يكتب في الكومنت وانا هرد على كل الاسئله ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل علشان تتابعوا كل الحلقات الجديده.